كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد. بما ان انا كنت مسافرة كده وكنت واقفة على السطوح بتاعنا كده وكنت بودع البلد، ده كان اخر يوم بقى كده اهوت، وقلت ايه ارجع بقى كده في البيت بقى مش معاكم بقى اجواء العيد. وكل سنة وانتوا طيبين مرة تانية. ايه رأيكم يا جماعة ببلدنا المتواضعة؟ عايزة اقول لكم ان البيت بتاعنا شايف البحر، مش اي ولا زي اول حاجة كده اهوت. انا طبعا سافرت وقضيت العيد في البلد عند حماتي وعند امي، تمام كده. ارجع ايدي فاضية؟ لا طبعا ما ارجعش ايدي فاضية. جبت بقى شوية قرص طرية بقى فلاحي كده، مش قادره اقول لكم على جمالهم وحلاوتهم، بجد تسلم ايديكم. عايزه اقول لكم ان انا جبت شنطتين، شنطه من عند حماتي وشنطه من عند اختي. امال ايه يعني، هقعد كده وخلاص. وطبعا اختي بقى حبيبتي كده كانت عامله لي كحك العيد، وانا قلت لكم ان انا هي لما تعمل لي كحك العيد ان شاء الله انا هوريه لكم كده في منتهى الجمال والحلاوه. عايزه اقول لكم ان في تركايه قالت لي عليها طلعت حلوه جدا جدا، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي يا بنات بعد ما خلصته وبرد تماما خالص، قامت رصاه في العلبه زي ما انتم شايفين كده اهوت، دايب دوب. والله العظيم كان طعمه حلو جدا، اكنك لسه مطلعاه من الفرن حالا. تمام، رصيته رصه تمام زي ما انتم شايفين كده اهوت، وقامت حطاه في الفريزر. تمام، وانا جايه بقى ماشيه قامت مطلعاهولي كده. وعبال ما جيت بقى ونمت كام ساعه كده وصحيت عشان افطر بقى انا وجوزي يعني والعيال وبتاع. عايزه اقول لكم كان خلاص هدي خالص كده، وما شاء الله كان اكنك لسه خبزاه حرفيا. يعني انت لو عامله كميه كبيره ولا حاجه طلعي بس على قدك كده، والباقي حطيه في الفريزر وطلعيه على الاكل. يا نهار ابيض على الجمال والحلاوه، بجد حرفيا اكنك لسه عاملاه. تمام، هعمل بقى شاي بلبن. انا لسه هغلي الشاي لوحده وهغلي اللبن لوحده؟ لا طبعا، حله كده اهوت، حطيت اللبن وحطيت الميه وحطيت الشاي وقمت رافعاه كده اهوت على النار، ونجهز بقى القراقيش والكحك بتاعنا بقى. يا نهار ابيض، طبعا الكحك لو انا هاكله لوحده هرش عليه سكر بودره من فوق. تمام، بما ان انا هاكل جنبه شاي بلبن، فانا خلاص بقى قلت ايه، لا انا مش هرش سكر ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده اهو، شويه قراقيش كده بالعجوه ماشي، وفي نفس الوقت بالملبن في منتهى الجمال، بجد كانوا دايبين دوب والطعم والريحه حلوه جدا. واجيب بقى كده اهوت كام قرصه كده من بتوع حماتي، تسلم ايديكي بجد، القرص كان طعمها حلو جدا 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 ماشي. ونصب بقى شاي بلبن، وده كان فطارنا المتواضع. بس طبعا انا يعني ايه، حاسه ان انا ما كنتش بنزل فيديوهات اثناء العيد عشان طبعا ما فيش هناك راوتر ولا حاجه. وعايزه اقول لكم ان انا يا دوبك بس عبال ما كنت بفتح كده اشوف اخبار الدنيا ايه، كان الكارت بيخلص في ثانيه الا ثانيه. تمام، بس هتتعوض طبعا. بما اني كده قلت ايه، اسمي الله كده اهوت ونصلي على رسولنا الكريم، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وفيديو صغير كده متواضع بس بجد كان حلو جدا. انا بصراحه قضيت 4 ايام في البلد كانوا في منتهى الجمال والحلاوه، طبعا ما بين حماتي وما بين امي، ربنا يديهم الصحه يا رب، ودايما كده يجمعونا ان شاء الله كده. وبس كده يا جماعه، اتمنى من كل قلبي ان الفيديو يكون عجبكم. عيد سعيد علينا وعليكم. يا ترى عملتوا ايه في العيد؟ ارجع معاكم يا جماعه بكل فيديوهات العيد، اكن النهارده العيد. تمام كده، ده طبعا انا لو كنت قاعده في البيت كان هيبقى ترمس بقى وسوداني والفطار بتاع المتواضع ده. بس ايه رايكم؟